السلام عليكم ورحمة الله، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة بقى هنخلل مع بعض الزيتون العزيزي. شايفين اهو، ده عزيزي يا جماعة، اللي هو مالي السوق دلوقتي هو التفاحي. بس التفاحي بيبقى حبايته اكبر. بصوا ده قد ايه، واخضر كده خالص. تمام. النهاردة بقى نشوف ابسط طريقة، ابسط حاجة خالص يعني. انا الصراحة دي تقريبا تاني مرة اعمله، واول مرة عملته كان جميل، فانا الطريقة دي عاملاها قبل كده. هتجربوها ورايا ان شاء الله وهتدعولي. اول حاجه بقى هنغسل الزيتون عشان بيبقى عليه كده طبقه بيضه. غسلته وظبطته، وجبت بقى ايه، طبق كده فيه شويه ميه بملح. ماشي، ده بقى قد مثلا معلقتين ملح كبار. ده اللي انا هنقع فيه الزيتون. هعمل ايه بقى؟ هنقعه على مدار يومين، ركزوا معايا. هنقعه على مدار يومين. الصبح هغير الميه، وبالليل هغير الميه. على مدار يومين. بعد ما هنقعه على مدار اليومين وهتلاقي لونه كده بيفتح معايا. هوريكم بقى طريقه تخليله ان شاء الله بعد ما يخلصوا اليومين ويخلصوا النقع. هفتحه لكم كده قدامكم كده كده اهي. عايزه تزودي بقى براحتك، مش عايزه براحتك. هخلص بقى الكميه دي كلها واوريها لكم. ماشي. وهوريكم برضو طريقه بعد ما يعدوا اليومين. هجيب لكم برضو في نفس الفيديو الطريقه بتاعه التخليل، ان شاء الله يقعد معاكي مثلا شهر كده ولا شهر ونص وتفتحي عليه كده. بقى بعد ما عملت الكميه كلها، انا جايبه 3 كيلو. الكيلو تقريبا ب 30 جنيه. ده عزيزي. تمام اهو. بصوا مفتحه ازاي، فتحتين، فتحه، اي حاجه اللي تقدري عليه اعمليه. انا كده عامله الكميه كلها. ان شاء الله يومين هغير الميه بتاعته، ولازم تحطي فيها ملح. الميه بتاع النقع دي فيها ملح. تمام، لازم تحطي فيها ملح. وانا هجيب حاجه بقى ادوس كده بيها على الزيتون، بحيث ان هو يبقى تحت، علشان اللي فوق ده كله ما يسودش مني. ان شاء الله يومين وهوريكم بقى طريقه التخليل كلها بالتفاصيل. كده بقى بعد ما اتنقع معايا وبقى زي الفل، حطيته في الحاجه اللي انا هخلل فيها. غسلتها كويس وعقمتها. وعملت ايه بقى الخلطة اللي في قلبي. ده فلفل وليمون معصور. يعني انا جبت الليمون وعصرته، خدت العصير بتاعه وحطيت القشر. تمام، مع فلفل. فانا كبست الحاجة اللي انا هعمل فيها. ممكن تعمليه في ازاز او بلاستيك عادي، اللي عندك يعني المتوفر. بس اهم حاجة تكبسي الزيتون كويس جدا، بحيث انه ما يكونش فيه هوا. تمام كده. انا بقى حطيت على الوش ايه، حطيت على الوش قشر الليمون عشان ما يعملش طبقه معايا من فوق. وبرده بعد ما اخلص هحط زيت. اللي هو المحلول بتاع التخليل ده بقى فيه ايه، فيه معلقه سكر كبيره. معلقه سكر اوعي تنسيها، لان دي الماده الحافظه اللي هتقعد بيها شهر. وبعد كده حطيت ربع كوبايه خل، كوبايه ليمون. على الكيلو الزيتون 4 معالق ملح كبار. على الكيلو الزيتون 4 معالق ملح كبار. انا بكرر كلامي ليه؟ عشان انت ممكن تحفظيه اصلا من الفيديو. فبس انا عملت دول كلهم وقلبتهم كويس مع بعض، مع باقي المية زي ما انتوا شايفين كده. وزقتها كده واحدة واحدة لغاية لما اتملى معايا لغاية الاخر. قبل الاخر بشوية هحط الزيت عشان ما يعملش معايا طبقة بيضة من فوق. تمام. وبعد كده بقى هتجيبي يا اما استرتش يا اما كيس نايلون نظيف، وهتغطي بيه الوش وتقفلي كويس جدا. اهم حاجه يا جماعه الهواء ما يخشش في قلب البطرمان بتاعك، علشان الهواء ده هو اللي بيعمل طبقه العفن البيضاء، اللي هي بتبقى يعني حاجه كده زي اللي بيعملوا مخلل بيبقوا عارفينها. طبعا عشان اظبط الكلام ده كله اعمل ايه، اعملي زي ما انا عامله كده بالظبط. عندك استرتش اعملي، عندك كيس نايلون، اهم حاجه تقفلي صح. بعد بقى ما تخلصي الرصه دي هتحطي الكلام ده على جنب لمده شهر. بعد كده تفتحي عليه تشوفي الدنيا فيها ايه. ولو استوى معاكي الف هنا وشفا. لو لسه بتسيبيه كمان تاني اسبوعين، وبعد كده تبداي ان انت تاخدي منه. الطريقه دي والله اسهل حاجه، وبس عايزاكم تعملوها وتجربوها وتقولوا ايه رايكم في التعليقات. ويا ريت تسيبوا لي كده تعليق جميل زيكم، واللايك ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه عشان يوصل لكم مني كل جديد. عايزه اقول لكم ان انا يعني دي مش اول مره اعملها، بس حاسه ان هي اول مره يعني عشان انا بنزلها على القناه.
فيعني انا بعمل والله بما يرضي الله. فكل تكه موجوده في حوارات الزيتون وكده، انا والله قلت لكم ما بخلتش عليكم فيها، فما تبخلوش عليا باللايك والتعليق الجميل. باي.